فيلم النهاردة يا صديقي ملحمة من العيار التقيل، واللي بيحكي عن قائد عظيم اسمه ماكسيموس بيقتله ابنه ومراته بكل وحشية وبيتحول لعبد أسير، فبيضطر إنه يستخدم قوته في القتال علشان ينتقم لابنه من اللي قتلوه. فلو ليك في الأكشن والإثارة يا صديقي انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ الأحداث. بيبدأ فيلمنا بالقائد ماكسيموس وهو في وسط الجيش بتاعه، وبيبقى معاه ماركوس قيصر روما، والاتنين بيقودوا معركة بجيش قوي جدا ضد الجيوش الجرمانية. ودي المعركة الأخيرة اللي لو كسبوها هينهوا الحرب الطويلة اللي استمرت لمدة 20 سنة، ولو الجيش بتاعهم انتصر في المعركة دي يقدروا يحققوا السلام اللي كانوا بيحلموا بيه. والقائد ماكسيموس يا صديقي كان عارف أهمية المعركة دي، وعلشان كده عمل خطة محكمة، وخطته كانت إنه يقسم جيشه لجزئين. الجزء الأول يواجههم بشكل مباشر، والجزء التاني هيلف من وراهم ويبقى نفذ عليهم خطة الكماشة، وبيقود هو سلاح الفرسان وبيهجم من ناحية وباقي الجيش من الناحية التانية وبيحاصروهم من الجهتين. وبرغم من قوة الجيوش الجرمانية إلا إن بفضل ذكاء وتخطيط ماكسيموس الجيش الروماني بيقدر ينتصر في المعركة، وكل ده بيحصل لأن الجنود بيحبوه وبيطيعوا أوامره، وبالأخص جنود الجيش الشمالي اللي عددهم حوالي 5000 جندي، ودول بقى بيحبوه جدا ومخلصين له أكتر من القيصر. والقيصر نفسه يا صديقي بيحب ماكسيموس وبيديله حقه، ودايما بيخلي الجنود يمجدوه أكتر منه، وده اللي بيخلي كوميديس ابن القيصر وولي العرش يغير منه، لأن القيصر دايما بينسب الفضل لماكسيموس في أي حاجة إيجابية. وعلى العكس يا صديقي فأخته لوسيلا كانت بتحب ماكسيموس من وهي صغيرة، وده لأنها كانت شايفاه شبه القيصر في ذكائه وفي حب الناس ليه. ورغم إنها كانت بتحبه إلا إنها اتجوزت جوازة سياسية برغبة من أبوها القيصر، وبعد ما خلفت ابنها وجوزها مات في الحرب حاولت ترجع لحبها القديم ماكسيموس، لكنه رفض بسبب حبه وإخلاصه لمراته وابنه. وبعد ما المعركة انتهت القيصر بيكون حاسس إنه كبر في السن وإنه قرب يموت خلاص، فبيبدأ يبلغ الناس القريبين منه بوصيته، فبيروح لبنته لوسيلا وبيوصيها إنها دايما تبقى سند لأخوها لأنه هيكون محتاجها دايما جنبه، وبيأكد عليها إن مهما يحصل تفضل دايما في صف روما والشعب حتى لو على حساب أخوها، وولائها دايما يكون للقيصر طول ما هو خايف على مصلحة الإمبراطورية. وبعدها بيطلب ماكسيموس وبيعرفه إنه حاسس إن حياته قربت تنتهي، وإنه مش شايف إن ابنه كوميديس ينفع يكون القيصر من بعده، وده لأنه ضعيف ومغرور وما بيحبش غير نفسه، وعلشان كده هو شايف إن حاكم روما لازم يكون شخص ذكي ونزيه، وبيعرض عليه إن هو اللي يكون القيصر من بعده. فماكسيموس بيتفاجئ وبدون تفكير كتير بيرفض، لأن منصب القيصر محتاج حد يكون سياسي، وهو قائد حربي وعمره ما اشتغل في السياسة. لكن رفضه ده يا صديقي بيخلي القيصر يصمم أكتر على رأيه، لأنه شخص مش طامع في السلطة، بجانب إن السياسة ما لوثتهوش، فهيكون إنسان نضيف وهيعمل الصالح لروما وشعبها. وفي الآخر بيطلب منه إنه يفكر براحته وبكرة يعرف قراره. وبعد ما بيخرج من عنده لوسيلا بتحاول تعرف القيصر قال له إيه، لكنه ما بيرضاش يعرفها، ومش بتلح عليه في السؤال لأنها عارفة إنه مخلص جدا ومش هيعرفها الأسرار اللي بينه وبين القيصر. والقيصر بعدها بيستدعي كومودوس ابنه واللي المفروض وريث العرش، وبيعرفه إنه هيعلن إن القائد ماكسيموس هيكون القيصر من بعده، وهيفضل قيصر للبلاد لحد ما المجلس اللي تأسس يكون قادر على تولي الحكم وترجع روما لحكمها الديمقراطي من تاني. فكومودوس مش بيعجبه كلام ابوه، بيقول له انا عارف انك مش بتحبني على الرغم من اني حاولت اقدم لك كل اللي انت عايزه، وكنت اتمنى انك تحبني وتحضني زي ما باقي الابهات بتعمل مع اولادها. فالقيصر بيتأثر بكلامه جدا وبيعرفه ان هو ما يصلحش للحكم بسبب فشله هو كأب في تربيته، وبيديله الحضن اللي هو طلبه. وفعلا كومودوس بيدخل في حضن ابوه وبيقول له انا كنت مستعد استغني عن العالم كله علشان الحضن ده، وبيبدأ يخنقه وهو بيعيط لحد ما بيموت. وبعديها القائد المساعد كنتس بيروح يصحي ماكسيموس وبياخده الكومودوس علشان يبلغه بخبر وفاة القيصر. واول ما بيشوف القيصر بيعرف من ملامحه انه ما ماتش بشكل طبيعي، وعلشان كده مش بيرضى يقدم ولاء الطاعة لكومودوس على انه القيصر الجديد وبيسيبه وبيمشي. لكن لوسيلا بتروح تقدم له الولاء، ولكنها بتديله قلمين على وشه لانها متاكده انه قتل ابوها. وبعدها يا صديقي كومودوس بيدي اوامر للقائد كينتس انه يقبض على ماكسيموس ويعدمه بتهمه الخيانه. فماكسيموس بيطلب من المساعد بتاعه انه ما يتدخلش، وبيطلب منه يخلي باله من عيلته بعد ما يموت، فبيعرفوا انه صدرت اوامر اعدامهم هم كمان، وبياخدوه المكان في الغابه علشان يعدموه، لكنه بيطلب منهم انه يتعدم كقائد، وفعلا بيدوله تقديره اللي يستحقه، وده بيخليه في وضعيه
تسمح له انه ياخد السيف من اللي هيعدمه ويحرر نفسه ويقتلهم كلهم، لكن اخر جندي يا صديقي فيهم بيقدر يجرحه في دراعه، لكن برضه ماكسيموس بيقدر يخلص عليه وبيرجع بسرعه علشان يلحق مراته وابنه قبل ما يحصل لهم حاجه. لكن وهو في طريقه ليهم جنود القيصر بيوصلوا لهم قبله، وبيحصل الأسوأ للأسف، ولما بيوصل لهم بيلاقوا مزرعته محروقة ومراته وابنه مصلوبين ومحروقين هم كمان، فبيعرف انهم ما اتعدموش وانهم اتحرقوا وهم صاحيين، فبياخدهم يا صديقي وبيدفنهم وبيفقد وعيه من حزنه عليهم والجرح اللي في ايديه. لكن بعدها بيلاقيه مجموعة من تجار العبيد وبياخدوه معاهم، ولما بيفوق بيلاقي نفسه محبوس في عربية العبيد، وواحد منهم اسمه نوميديا بيقول له وهو بيعالج جرحه يحاول يفضل عايش عشان لو مات هيرموا جثته للسباع. وبعد ما بيوصلوا سوق العبيد واحد اسمه بريكس بيشتريهم كلهم وبياخدهم وبيهتم بيهم وبينظفهم وبيعرفهم انه اشتراهم علشان يستفيد بموتهم في رهانات المصارعة، وانه هيختار منهم مين اللي هيصارع ومين اللي هيموت، وان دي خدمة منه ليهم، وبيقول لهم ان موتهم قدام الجمهور هيدي لحياتهم معنى وشرف كبير على عكس لما يموتوا موتة عادية، وبياخدهم يتفرج عليهم وهم بيقاتلوا علشان يعرف مين فيهم اللي هيصارع ومين فيهم اللي هيبقى ضحية في المصارعة. لكن ماكسيموس اللي ادوله لقب الاسباني اول ما بيجي دوره ما بيرضاش يقاتل وبيكتفي انه يستقبل الضربات ويتفاداها بس، لانه بيكون شايف حياته ملهاش معنى بدون مراته وابنه. لكنه لما بيعرف ان في فرصة في انه ياخد حريته بعد ما ينتصر على عدد معين من المصارعين في المسابقات، بيقرر انه هيقاتل علشان ياخد حريته وينتقم من كومودوس، وبيستخدم السكينة وبيشيل علامة الجيش الروماني من على دراعه علشان محدش يتعرف عليه. وتاني يوم بريكس اللي اشتراهم بياخدهم لحلقة المصارعين علشان يلعبوا اول مسابقة ليهم، وبيقيد كل اتنين مع بعض بسلسلة علشان واحد يضرب والتاني يصد، وماكسيموس بيبقى معاه نوميديا وبيكون دوره انه يصد، وبيخشوا كلهم حلبة المصارعة وبيلاقوا المصارعين اللي هيقاتلوهم لابسين اشكال حيوانات مخيفة، لكنهم علشان عارفين ان دي بداية طريقهم للحرية بيقاتلوهم بكل شجاعة وبدون اي خوف. وماكسيموس وهو بيدافع عن نفسه بيقدر ياخد سلاح وبيقتل المصارعين اللي بيجوا في وشه، وبالرغم من ان الرهانات بتكون على انتصار المصارعين على العبيد الا ان ماكس ونيميديا بيقدروا يخلصوا عليهم كلهم، وهم اللي بيكونوا عايشين من العبيد وبيفوزوا في القتال. وفي الوقت ده كومودوس بيدخل روما باعتباره المنتصر في الحرب مع الجرمانيين، على الرغم من انه ما كانش ليه لازمه في الجيش، وماكسيموس هو السبب في النصر، وبيتوج رسميا كقيصر روما. والشعب ما كانش مبسوط وكان بيهتف ضده علشان قتل ماكسيموس. وفي اول يوم ليه يا صديقي في مجلس الوزراء كل الاعضاء بيكونوا مواليين ليه ما عدا دراجوس اللي بيصمم انه يعرض مشاكل روما وشعبها علشان يدوروا على حلول ليها، فكومودوس بيتضايق منه وبيهدده بالقتل لانه عايز حكمه يبقى من غير معارضه وبدون اعتراض. لكن لوسيلا لما بتلاقيه ملهوش في السياسه بتعتذر لمجلس الوزراء بحجه ان اخوها متحمس بزياده وكمان تعبان من السفر، وبعدها يا صديقي بتروح لاخوها وبتفهمه ان اللي بيعمله ده هيكره الشعب فيه وفي حكمه، لكنه بيطمنها وبيعرفها انه مجهز خطه علشان يخلي الشعب يحبه وينسيهم مشاكلهم، وده عن طريق انه يفتح مسرح الكوليسيوم المخصص للالعاب القتاليه ومصارعه الحيوانات، وهيعمل مسابقات وعروض يوميه لمده 100 يوم بشكل متواصل علشان يحيي ذكرى ابوه. واعضاء مجلس الوزراء بيفهموا ان دي خطه لالهاء شعب روما عن الحياه السياسيه، وبتبقى مشكلتهم انهم عارفين ان فكره ان يكون في مسابقات وعروض لمده 100 يوم هتحتاج مصاريف كتير، وان كده القيصر هيضطر انه يبيع مخزون الحبوب اللي في المخازن علشان يسدد المصاريف دي. وبروكوس بيروح لماكسيموس وبيقول له ان الجماهير بتحب الشو وانه يفوز بصعوبه ويتعور بدل ما يفوز بسهوله، لكنه يا صديقي ما بيرضاش يسمع كلامه لانه مش جاي هنا علشان يكسب حب الجمهور، وبيخش يصارع 5 مصارعين لوحده وبيقتلهم بسرعة بسبب خبرته في المعارك والحروب، وكل ده من غير ما يخلي حد يديله ضربة واحدة. وبالرغم من كده الجماهير بتحبه أكتر بسبب احترافه في القتال بالسيف، وبيفضلوا يهتفوا له بلقب الأسباني. وبعد كده بروكوس بيلومه على إنه ما سمعش كلامه وبيقول له إن الأسلوب اللي بيقاتل بيه ده مش هينفع في عروض المصارعة في روما. فأول ما بيسمع كلمة روما منه يا صديقي بينتبه لكلامه، وبيقول له ان القيصر الجديد بيعمل مسابقات لاحياء ذكرى ابوه وبينظم عروض ومسابقات من جميع انحاء العالم، وبيعرفه انه لازم يستغل ده وان علشان عروضه تكون محبوبه لجماهير روما لازم يكون فيها شو وشويه اصابات.
وبيفهمه انه لازم يغير اسلوبه في القتال، وبينصحه انه يعمل زيه لانه كان عبد زيه برضه، وكان مصارع واخد حريته عن طريق العروض اللي كان بيقدمها. فماكسيموس بيقرر انه هيوافق ويمشي معاه في الاتجاه ده لانه هيقربه اكتر من هدفه في الانتقام، وبيوعده انه هيقدم لجماهير روما عرض عمرهم ما شافوه. وبيسافر فعلا ماكسيموس ونوميديا والالماني لروما، وقبل اول عرض ليهم لوكيوس ابن لوسيلا بيسأل عن المصارع الاسباني اللي سمعته سابقاه علشان عايز يشوفه، ولما بيعرف القيصر بالموضوع بيقرر انه هيحضر العرض مع امه. لكن ماكسيموس بيضطر انه يلبس قناع علشان محدش يعرفه ويقدروا يقتلوه. وفعلا يا صديقي العرض بيبدأ بحضور القيصر واخته، وكل المصارعين بيقدموا التحية للقيصر ما عدا ماكسيموس. والعرض اللي هيقدمه القيصر بيكون عبارة عن محاكاة لمعركة سقوط بروسيا، وفي العرض ماكسيموس وباقي العبيد بيمثلوا الجرمانيين، والمصارعين الرومان بيمثلوا جيش روما. والمفروض كل العبيد يموتوا في العرض زي ما حصل في المعركة الأصلية، لكن ماكسيموس بيحول العرض لمعركة حقيقية باستخدام تخطيط حربي، وبيخلي كل العبيد يتعاونوا مع بعض في مواجهة المصارعين اللي بيمثلوا الجنود الرومان وهم راكبين العربيات الحربية، وبيقدروا انهم يدمروا عربية ورا التانية لحد ما بيخلصوا على كل المصارعين الرومان، وبيفوزوا بالمسابقة بقيادة ماكسيموس. وبالرغم من اعتراض كومودوس على ان العبيد هم اللي يفوزوا، لكن العرض بيعجبه وبيسمح للعبيد اللي انتصروا انهم يعيشوا. وبالرغم من انه عمل كده يا صديقي علشان الناس تحبه، لكنه لقى الناس كلها بتنده باسم الاسباني، فبيقرر انه ينزل بنفسه ويديله حريته علشان يظهر للجمهور يا صديقي انه قيصر رحيم وبيستجيب لمطالب الشعب. فماكسيموس اول ما بيعرف ان كومودوس نازل بيجهز له سهم علشان يطعنه بيه ويخلص منه، لكنه بيتراجع لما بيشوف لوكيوس ابن لوسيلا نازل معاه. فكومودوس بيطلب منه انه يقلع القناع ويقول له على اسمه الحقيقي، لكن ماكسيموس بيرفض وبيديله ظهره. فالقيصر بيغضب جدا وبيهدده انه لازم يقول له اسمه، فبيلفله وبيعرفه ان اسمه ماكسيموس قائد الجيش الروماني في عهد القيصر الحقيقي، وانه هنا للانتقام لموت عيلته. في اللحظة دي الجنود بيحاولوا يحاصروه، لكن الجماهير كلها بتهتف انه لازم يعيش. ففي النهاية القيصر بيلاقي نفسه مجبر انه يخلي ماكسيموس يعيش علشان ما يخسرش حب الجمهور. وبعدها صديقي كومودوس بيروح لاخته لوسيلا وبيعرفها انه ناوي ينتقم من كل اللي قالوا له ان ماكسيموس مات، وبيقرر انه يدبر خطة علشان يقتله قبل ما شعبيته تزيد. فلوسيلا بتؤمر الحراس انهم يجيبوا ماكسيموس علشان تحذره، لكن لما ماكسيموس بيشوفها بيعاملها ببرود وبيفتكر انها شريكة في قتل مراته وابنه. فبتقول له انها عارفة ان كومودوس هو اللي قتل ابوها، وانها عايشة في رعب كل يوم من خوف على ابنها لوكيوس لان كومودوس ممكن يقتله في اي وقت. وبتعرفه انها في صفه، وان في اعضاء كتير في مجلس الشيوخ مش عاجبهم حكم اخوها ومستعدين انهم يتمردوا عليه لو حد يقودهم ضده. لكن ماكسيموس بيكون عاوز ينتقم من كومودوس بنفسه، فبيرفض انه يساعدها وبيطلب منها انها تنساه خالص. بعدها صديق كومودوس بينظم قتال بين ماكسيموس واقوى مصارع في روما المعروف باسم النمر الاسطوري. ومش بس كده، لا ده كمان القيصر بيحط في الحلبة مجموعة من النمور المفترسة، وبيقول يا صديقي للنمر الاسطوري انه لو ما قدرش يهزمه هيحاول يزقه ناحية النمور وهم هيخلصوا عليه. فماكسيموس بيفضل مركز جدا في القتال مع النمر الاسطوري وبيحاول انه يتفادى النمور، والجمهور بيكون مندمج جدا ومن ضمنهم خادمه المخلص. وبيفضل يا صديقي القتال مستمر بين ماكسيموس والنمر الاسطوري لحد ما بيلاقيه النمر الاسطوري قوي جدا، فبيفتكر كلام القيصر وبيحاول يزقه ناحية النمور. والنمر فعلا مسك في ماكسيموس وكان هيقتله، لكن بسرعة بيحاول ماكسيموس القتال لصالحه وبيديله كام طعنة فبيخلص عليه. لكن النمر الاسطوري بيستغل الفرصة وبيحاول يقتل ماكسيموس وهو على الارض، لكن يا صديقي ماكسيموس بسرعة بيضربه في رجله وبيحاول يقوم، لكنهم بيقعوا سوا على الارض. فالجماهير كلها بتفضل تطلب من ماكسيموس انه يخلص عليه، والقيصر بيقوم من مكانه وبيدي ماكسيموس اشارة انه يخلص عليه، لكنه بيرفض انه ينفذ اشارة القيصر. فالجماهير بتزود الهتاف باسمه لانه عنده رحمة اكتر من القيصر، لكن القيصر بيتضايق وبينزل في الحلبة وبيحاول يستفزه وبيقول له ان ابنه كان بيبكي زي البنات وهم بيصلبوه وبيحرقوه، ومراتك كمان كانت بتصرخ لان الجنود اللي بعتهم اغتصبوها قبل ما يحرقوها. فماكسيموس بيتمالك اعصابه بالعافية وبيرد عليه بكل برود وبيقول له ان وقتك في القصر قرب ينتهي، وبيسيبه وبيمشي. فكومودوس بيكون غاضب جدا خصوصا بعد ما الجماهير كلها بترجع تهتف باسم ماكسيموس. وبعد العرض يا صديقي المساعد بتاع ماكسيموس بينده عليه، فماكسيموس بيروح له وبيطلب منه انه يبلغ الرجاله بتوعه انه لسه عايش، وبعدها بيحاول يقابله على انفراد.
وبيعرفوا ان جيش الشمال اللي عدده 5000 جندي مستعدين يقفوا معاه لو شافوه عايش، فبيطلب منه انه يحاول يطمنهم وبيطلب منه خدمة، وهي انه يحاول يوصل رسالة للوسيلة علشان تقابله بأي طريقة. فلما بتوصل لها الرسالة دي بتروح لبريكس وبتدفع له فلوس كتير علشان تقابل ماكسيموس، وبيجيب معاها دراجوس عضو مجلس الشيوخ اللي بيكره القيصر جدا. وبعد نقاش طويل يا صديقي ماكسيموس بيطلب منهم يساعدوه انه يهرب، فبيقول لهم انه هيرجع ومعاه ال 5000 جندي ويشيل القيصر ويسلم إدارة روما لمجلس الوزراء. لكن دراجوس بيرفض لان روما عايشة في سلام بقالها 100 سنة، وكمان هو مش واثق في ماكسيموس وخايف انه بعد ما يعزل القيصر يستولى هو على الحكم. فماكسيموس بيعرفه انه مش ناوي يستولى عليه وانه عاوز يقتل القيصر علشان ينتقم لمراته وابنه، وبيقول له انه هيسلم السلطة لمجلس الوزراء زي وصية القيصر ماركوس قبل ما يموت. فدراجوس بيوافق لانه عارف مدى مصداقيته وامانته، وبيطلب من مساعدينه انهم يهربوه من روما كمان يومين. لكن 2 من رجالة دراجوس بيروحوا وبيبلغوا القيصر انه بيخطط لخيانته، والقيصر بسرعة بيؤمر بالقبض عليه. ولوسيلا لما بتعرف بتروح بسرعة تبلغ ماكسيموس ان دراجوس اتقبض عليه وان خطتهم لازم تتنفذ النهاردة، وبتقول له انها اقنعت بريكس اللي بيملك العبيد انه يساعده في الهرب، والمساعد بتاعك هيكون مستنيك بالخيول علشان يوصلك لجيش الشمال. ففي الوقت ده يا صديقي لوكيوس بيكون بيلعب مع كومودوس وبيقول له انا ماكسيموس منقذ روما، والقيصر بيسأله مين اللي قالك الكلام ده، فلوكيوس بيعرفه ان لوسيلا دايما بتقول له ان ماكسيموس هو اللي هينقذ روما. فكومودوس بيتعصب جدا وبيستنى لوسيلا لحد ما ترجع القصر، وبيستجوبها وبيهددها وبيقول لها لو ما وقفتيش المؤامره اللي بتعمليها عليا دي هقتل ابنك بأبشع طريقه. وبالليل ماكسيموس بيكون مستعد للهروب، وبروكسي بيروح له وبيعرفه ان جنود القيصر جايين يقبضوا عليه. فماكسيموس بيطلب من المصارعين زمايله انهم يتصدوا للجنود ويقتلوهم لحد ما هو يهرب، وفعلا يا صديقي المصارعين بيوافقوا وبيواجهوا جنود القيصر، وماكسيموس بيهرب من خلال انفاق تحت الارض وبيوصل للمكان اللي مساعده مستنيه فيه. لكن اول ما بيقرب بيلاقيه مشنوق، وبيلاقي جنود القيصر محاصرين المكان وبيقبضوا عليه. وتاني يوم يا صديقي كومودوس بيقول للوسيلا انه هيكون رحيم معاها ومش هيقتلها، لكن لو استحقرته او قللت منه تاني او حتى فكرت تنتحر هيقتل ابنها بأبشع طريقة. وبعدها بيروح يقول لماكسيموس ان ده اخر يوم في حياته لانه نظم عرض قتال ما بينهم. فماكسيموس بيبتسم وبيقول له كان عندي صديق حكيم دايما بيقول لي ان الموت بيبتسم في وش الكل، فلازم كلنا نبتسم له. فكومودوس بيسأله هو ابتسم وهو بيموت؟ فماكسيموس بيرد عليه وبيقول له معرفش، اسأل نفسك، لان صديقي ده كان ابوك اللي انت قتلته. فكومودوس بيتعصب جدا وبيغرس سلاح في جنب ماكسيموس علشان يضعف قوته، وبيطلب منه يبتسم له في القتال. بعدها بيبدأ العرض قدام الجمهور، وكل الجماهير بتتفاجئ ان القيصر وماكسيموس في مواجهة بعضهم في الحلبة. لكن لما بيشوفوا ماكسيموس مش قادر يمشي بيعرفوا ان القيصر عمل فيه حاجة علشان يضعف قوته، والقتال بيبدأ ما بينهم. والقيصر بيكون عارف ان سر براعة ماكسيموس في القتال مش في قوته لكن في ذكائه، فبيحاول يستغل جرحه وبيضربه عليه علشان ينزف اكتر. لكن ماكسيموس بيستحمل اصابته وبيقتله لحد ما بيوقع السيف منه. فبسرعة القيصر بيطلب من القائد كوينتوس وجنوده انهم يدوله سلاح بدل اللي وقع، لكن كوينتوس بيرفض وبيؤمر جنوده ما يساعدوش حد فيهم. وماكسيموس بيكون عاوز ينتقم بشرف فبيرمي سلاحه هو كمان علشان يقتل كومودوس بايده. لكن يا صديقي كالعاده كومودوس غدار وما عندهوش شرف في القتال، وبيطلع خنجر مخبيه وبيحاول يطعنه بيه. لكن ماكسيموس بيتفادى الهجوم وبيمسك ايده وبيوجه الخنجر ناحيه رقبته، وبيعدي قدامه يا صديقي صورة ابنه ومراته لحد ما بيغرس الخنجر في رقبته وبيقتله. فبعدها السكوت بيعم على كل اللي في المسرح مش مستوعبين ان القيصر مات قدامهم. فماكسيموس بيبدأ يشوف هلاوس من كتر نزيف الدم، وبيشوف مراته وابنه وهما بيبتسموا له، وبيجمع قواه بصعوبة وبيطلب من كوينتوس انه يحرر كل المصارعين زمايله، وبيحرر معاهم دراجوس وبيسلم إدارة روما لمجلس الوزراء. وكوينتوس بيؤمر الجنود انهم يحرروا كل اللي في السجن، ولوسيلا بتنزل بسرعة لماكسيموس علشان تسعفه لكنه بيموت بين ايديها. فبتؤمر الجنود انهم يشيلوه ويكرموه بجنازة تليق بتضحيته من اجل روما واستقرارها، وبتسيب جثة اخوها مرمية على الارض. ولحد هنا بيكون انتهى فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان نوصل لل100,000 مشترك، واستناني في ملخص تاني. سلام. فيلم النهاردة يا صديقي فيلم كله أكشن وحركات، فقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ الأحداث. بيبدأ فيلمنا يا صديقي بمعركة ملحمية بين جيش اليونان وجيش طروادة، وبيتقدم قادة الجيشين علشان يتحدوا بعض
وبيطلب ملك اليونان انه ينهي الحرب بالطريقة التقليدية، وبيتفقوا ان كل واحد فيهم يخرج اقوى مقاتل عنده، واللي هيفوز فيهم يعتبر هو اللي كسب الحرب، اما الخسران فجيشه هيسيب ارض المعركة ويعتبر خسران. فملك اليونان بيستدعي مقاتل ضخم وشرس جدا والكل بيخاف منه، اما ملك طروادة فبيستدعي اخيل افضل مقاتل في تاريخ طروادة، واخيل بيطير في الهواء وبيديله ضربة بتخلص عليه وبيتكوم على الارض، وبيقول لجيش اليونان لو في حد شايف نفسه يقدر يواجهني فانا موجود. وملك طروادة بيعترف بالهزيمة وبيدي لاخيل السلوجان وبيقول له سلم ده للملك بتاعك، لكن اخيل بيرد عليه انه ملهوش ملك وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بكام يوم يا صديقي بيكون في اجتماع في اسبارتا بين امراء طروادة وحكام اليونان، وبيتنظم احتفال كبير علشان يعلنوا فيه تحالف بين اليونان وطروادة. فملك اليونان بيدعو الامراء هيكتور وباريس علشان يشربوا نخب التحالف، وفي وسط الحفلة زوجة امير اليونان هيلين بتسيب القاعة وبتطلع اوضتها، لكن باريس بيتسحب وبيطلع وراها وبعد شوية بينزل. ولما بيشوفوا اخوه هيكتور نازل من عندها بيوقفوا وبيحذروا علشان ما يعملش حاجة تضر التحالف اللي بقالهم سنين مستنيينه، وبيهددوا كمان لو عمل اي حاجة هيقتله على طول، وبيطلب منه يروح ينام علشان هيرجعوا بكره بدري. وتاني يوم الصبح باريس وهيكتور بيبقوا على السفينه وراجعين، وباريس بيسأل هيكتور لو يقدر يحميه من اي عدو، فهيكتور بيستغرب من السؤال وبيقول له ليه السؤال ده دلوقتي؟ ده انت اخر مره سألتني السؤال ده لما سرقت الحصان بتاع ابونا وانت لسه عيل صغير، وساعتها انا قدرت احميك. وبيقول له انت عملت ايه قول لي علشان اعرف اتصرف. فبياخده للمركب من تحت وبيتفاجئ بان هيلين مرات امير اليونان هربت معاه، وبنروح بعدها لامير اليونان اللي بيكتشف ان مراته مش موجوده، وبيجيب الخدامه وبيهددها علشان تقول له مراته راحت فين. وبيجي الحارس وبيقول له ان الملكه هربت مع بعثه طروادة، واللي اكد لنا الصياد ده شافها وهي راكبه المركب بتاعتهم. فالامير بينفعل جدا وبيؤمر بتجهيز السفن بسرعه، وبنرجع لهيكتور اللي بيؤمر الجيش بالرجوع لاسبارتا علشان يرجعوا هيلين للامير، وبيتخانق مع اخوه باريس وبيقول له احنا بقالنا سنين بنحاول نعمل سلام مع اليونان وانت دمرت كل حاجه علشان نزوه، فاللي انت عملته ده هيتسبب في حرق طروادة كلها. فباريس رد عليه وقال له انا مش بطلب منك تحارب معايا، انا هحارب اليونان لوحدي علشان احافظ على حبي. بس هيكتور بيحس انه لو رجع لملك اليونان هيقتل باريس، فبيقرر انه يرجع طروادة، وبيقول للجنود يغيروا الدفه ناحيه طروادة من تاني. وعلى الجنب التاني امير اليونان بيكلم الملك والاتنين بيكونوا اخوات، والامير بيقول لاخوه عايز ارجع مراتي علشان اقتلها بايدي. وبالليل بيجتمع الملك مع كبير المستشارين واللي بيقول له انه اخيل لازم يكون واحد من جيشك لو عاوز تكسب الحرب دي، وبيقرر انه يغزو طروادة بجيش جرار. والصبح اخيل بيبقى بيدرب ابن عمه الصغير على القتال، وبيجي له واحد من المقاتلين في الجيش وبيقول له انضم ليهم في الحرب، لكن يا صديقي اخيل بيرفض وبيقول لصديقه ان دي حرب علشان مشكله شخصيه، واحد مراته هربت منه وانا ماليش دخل بيها. فبيقول له انا عايزك تحارب علشان اليونان مش علشان الملك، وكمان احنا هنبقى مطمنين وانت بتحارب معانا. فاخيل بيقول له خلاص سيبنا افكر وهبقى ارد عليك. وبيروح بعدها لامه علشان ياخد رايها هل يروح يحارب مع الملك ولا لا. فبترد عليه بكل حكمه وبتقول له انك لو فضلت هنا فهتلاقي شريكه حياتك وتتجوزها وتجيب اطفال وتعيش حياه سعيده، اما لو رحت طروادة فاسمك هيتخلد في التاريخ لكنك هتبقى قريب من الموت في كل لحظه. فبياخد اخيل قراره وبينضم للجيش اللي بيتحرك بعدد كبير جدا من السفن ناحيه طروادة. وعلى الجنب التاني طروادة بيكون فيها احتفالات برجوع الامراء بعد الصلح، والملك بيستقبل ولاده بحفل عظيم وبيشوف معاهم هيلين زوجة امير اليونان، فبيرحب بيها هي كمان وبيدخلوا جوه القصر، وبتجري عليهم بيريسيس بنت عمهم تستقبلهم وبتبقى من احلى البنات اللي في المدينه. وبعد ما بتنتهي الحفله هيكتور بيجتمع مع ابو الملك وبيقول له خلينا نركب هيلين سفينه ترجعها لليونان. وهيكتور بيقول له احنا كده بندي فرصه لجيش اليونان انه يغزونا، لكن ابوه بيرد عليه وبيطمنه بيقول له ما تقلقش الالهه هتحمينا، وكمان طروادة محصنه باسوار عظيمه وقويه. وتاني يوم على بيقرب من شواطئ طروادة، واخيل بياخد 50 محارب في سفينة وبيقودهم بنفسه وبيروح ناحية طروادة قبل الجيش، واهل المدينة كلهم بيدخلوا بيوتهم والجنود بتجهز للحرب. واول ما سفينة اخيل بتوصل للشاطئ الجنود الطرواديين بيضربوهم بالسهام، وملك اليونان بيشوف الموقف وبيقول هو اخيل عايز ينتحر ولا ايه؟ ازاي بيهجم ب50 محارب بس؟ لكن يا صديقي اخيل رغم انه معاه 50 محارب بس بيقدر يسيطر على المعركة وبيعمل استراتيجية الدفاع بالدروع، والمحاربين اللي لسه في السفن بيتفرجوا وبيحسوا بالغيرة من اخيل لانهم شايفينه هياخد المجد لوحده. فاخيل بيقدر يهزم الجنود اللي عند باب المدينة وبيطلب من محاربيه ياخدوا كل الغنايم اللي يقابلوها،
ولما هيكتور بيدخل المدينة بيشوفها مدمرة، وفجأة بيظهر له أخيل وبيقول له هيكتور مش هقتلك هنا علشان مفيش حد هيشوفك وانت بتموت، هنتقابل في ساحة الحرب قريب. والمحاربين بيتفاجئوا ان أخيل سمح لهيكتور انه يمشي، لكن أخيل بيقول لسه وقت قتل الأمراء ما جاش، وبيقف على سور القلعة والجيش كله بيهتف باسمه، وده اللي بيزعج ملك اليونان جدا. وبعدها الجيش اليوناني بينزل على أرض طروادة وبيمسكوا بريسيس بنت أخو الملك وبياخدوها أسيرة، وأخيل لما بيشم ريحة شعرها بيعرف إنها من العيلة المالكة، فالملك بيطلب من أخيل يجيله، ولما بيجي بيخرج كل اللي موجودين بره وبيقول له أنا عارف إنك جيت هنا علشان تخلد اسمك في التاريخ، لكن أنا عايزك تعرف إن الملوك عمرهم ما هيركعوا للي زيك. لكن أخيل بيرد عليه وبيقول له يمكن علشان الملوك بيفضلوا في السفن لحد ما الجنود يخلصوا المعركة. ففي الوقت ده الملك بيؤمر الجنود إنهم يجيبوا بريسيس، وأخيل بيشوفها وبيتضايق وبيقول لهم لو ما سبتوهاش محدش فيكم هيفضل عايش. وقبل ما بيبتدي القتال ما بينهم بتتدخل بريسيس وبتقول لهم ان كفايه الجنود اللي ماتوا النهارده وانا مش عايزه حد يموت بسببي. وفي نفس الوقت وجوه طروادة بتتم مراسم الجنازه للقتلى اللي ماتوا في المعركه، والاجواء بتبقى مليانه بالحزن. فالملك بيعمل اجتماع مع مستشاريه، وواحد منهم بيقول المدينه كلها بتتدمر علشان شاب طايش. فالملك بيسال هل ممكن نكسب الحرب؟ فالمستشار العسكري بيرد عليه وبيقول له ليه اسوار طروادة محدش قدر يخترقها قبل كده، واحنا عندنا افضل الرماة في العالم كله، وكمان جيشنا بقيادة هيكتور أقوى محارب في طروادة. فكل اللي موجودين عجبهم الكلام وبدأوا يسقفوا بحماس. فباريس بيقوم وبيقول مفيش داعي للحرب لأن قررت إني هقاتل أمير اليونان، واللي هيفوز هياخد هيلين والخسران تتحرق جثته قبل غروب الشمس. وبالليل الملك بيدي باريس سيف طروادة وبيقول له قاتل علشان حبك لأن ده أفضل قتال ممكن تقاتل فيه. وهيكتور بيبقى قاعد مع مراته وبتترجاه إنه ما يشاركش في قتال بكرة مع أخوه وكفاية إنه يدعمه، لكن هيكتور بيصمم انه يشارك في القتال وبيقول لها انا نفسي اعيش واربي ابني لكن ده قدرنا وما نقدرش نهرب منه. وفي نفس الوقت الجنود بيبلغوا اخيل ان الجيش بيتحرك على طروادة، لكن اخيل بيقول لهم انه مش هيشارك في الحرب الا لما الملك يرجع له ويطلب منه انه يشارك في الحرب. وتاني يوم الصبح جيش طروادة بيتجهز قدام القلعة وبيبقى عددهم كبير جدا، وهيلين بتكون واقفه جنب الملك وبتقول له سامحني انا السبب في كل ده. فالملك بيرد عليها وبيقول لها ما اقدرش الومك، كل شيء باراده ربنا، وازاي الومك وانت حبيتي ابني باريس. وبيوصل جيش اليونان وبيحتشد الجيشين قصاد بعض، وبيتقدم باريس وهيكتور وبيروحوا وبيتكلموا مع ملك اليونان، واللي بيقول لباريس ازاي تكون ضيف في مملكتي وتسرق مراتي وتهرب. فباريس بكل جراءه بيرد عليه وبيقول له المفروض تخجل من نفسك لانها سابتك وجت معايا. فاخو الملك بيقول لهيكتور عندي شرطين علشان ترحم جنودك من حرب خسرانه، اولا ترجع هيلين لاخويا، وثانيا طروادة هتكون تحت حكمي وجنودها هيبقوا جزء من جيشي. فطبعا هيكتور مش بيوافق يا صديقي وبيقول للملك طروادة عمرها ما هتكون تحت حكمك. وساعتها باريس بيقترح انهم ينهوا الصراع بالطريقه التقليديه، وهي انه يتقاتل هو والامير واللي يفوز ياخد هيلين وبكده تكون خلصت الحرب. لكن الملك بيرد عليه وبيقول له طبعا ده حل كويس لكن مش ده اللي انا عايزه. وهنا اخوه بيتدخل وبيقنع الملك انه لازم يقتل باريس علشان يحمي عرضه، وبعد كده هيؤمر الجيش بالهجوم. وبيقبل الملك اقتراح باريس وبيبدأ القتال بين باريس والأمير بيكون أقوى من باريس وبيضربه ضربة فبيقع على الأرض. وقبل ما الأمير يضربه بالسيف باريس بيجري على أخوه هيكتور، والأمير بينده على هيلين وبيقول لها بقى هو ده اللي سبتيني علشانه، لكن الأمير بينادي على باريس وبيطلب منه يكمل القتال زي الرجالة. في الوقت ده الملك بيؤمر الجنود إنهم يجهزوا للمعركة، والأمير كان خلاص هيضرب باريس ويخلص عليه، لكن هيكتور بيتدخل وبيضربه بالسيف في بطنه وبيقتله. وبعدها الجيش بيهجم على جيش طروادة وبتقوم معركة ملحمية بين الجيشين، وعلشان جيش طروادة أمهر بيقدروا يكسبوا المعركة وبيتراجع جيش اليونان. وبالليل يا صديقي واحد من المحاربين بيقترح على الملك إنهم يرجعوا لبلدهم طالما أخوه مات، لكن الملك بيرفض يا صديقي وبيقول له مستحيل، أنا لو اتهزمت من طروادة بسهولة بكرة هلاقي كل من هب ودب بيغزو اليونان. فبيقول المحارب للملك لازم نرجع أخيل للمعركة لأن معنويات الجنود حاليا ضعيفة جدا ومش هيرفعها غيره. فالمستشار بيقول للملك رجع لأخيل البنت اللي أخدتها منه علشان نقدر نتكلم معاه. فالملك بيوافق وبيقول له مفيش مشكلة خليه ياخدها من الجنود، أنا رجعتها له من النهاردة. فالجنود يا صديقي بيتسلوا بيها وبيحدفوها لبعض،
وبيضحكوا لحد ما أخيل بيجي وبياخدها على خيمته وبيقول لها انت شجاعة لانك كنت بتضربيهم من غير خوف. فبريسيس بتقول له لازم ادافع عن نفسي، ولما بيحاول أخيل يمسح الدم اللي على وشها بتمنعه وبتمسح الدم بنفسها. وبتسأله بريسيس ليه اخترت الحياة دي، فبيقول لها علشان اللي زيي مش بيختار مصيره، انا اتولدت علشان ابقى مقاتل. والصبح رجالة أخيل بيبدأوا يجهزوا السفينة علشان يرجعوا على اليونان. وفي نفس اليوم بالليل جنود طروادة يا صديقي بيهاجموا جنود اليونان وبتقوم معركة شرسة ما بينهم. وفي المعركة هيكتور بيقتل ابن عم أخيل اللي كان لابس خوذته وماسك سيفه لأنه افتكره أخيل. ولما الفرقة بتاعته بترجع من القتال بيخرج لهم من خيمته وبيعنف قائدهم علشان عصى أمره وشارك في القتال مع إنه مديهم أوامر ما يشاركوش في القتال. فبيقول له القائد إن ابن عمك لبس خوذتك ومسك سيفك وقاد الجيش على إنه أنت، وده اللي خلانا نشارك، وهيكتور قتله في المعركة. فأخيل كان هيقتل القائد وبيدوس برجله على رقبته، بس بريسيس بتجري عليه علشان توقفه، لكن أخيل بيخنقها من رقبتها وكان هيقتلها لكن بيسيبها في آخر لحظة قبل ما تموت. وبالليل هيكتور بياخد مراته وبيوريها مكان السرداب اللي تحت الأرض وبيقول لها لو حصل أي حاجة اهربوا كلكم من هنا. فأخيل بيحرق جثة ابن عمه والملك بيعرف إن أخيل هينتقم لابن عمه وبيبقى فرحان لأنه بكده ضمن إنه هيفوز في الحرب. وبعدها هيكتور كان بيستعد وبيلبس الدرع بتاعه لانه عارف ان اخيل هيواجهه النهارده. وفي نفس الوقت اخيل كان بيستعد وبيجهز عربيته الحربيه، وقبل ما يمشي بيجيله بريسيس وبتترجاه انه ما يقتلش هيكتور، بس اخيل بيسيبها وبيروح لقلعه طروادة. وبعدها اخيل بيقرب من القلعه وبينادي على هيكتور، وهيكتور لما بيسمعه بينادي عليه وبيودع ابوه وزوجته وبينزل له وبيطلب منه انهم يعملوا اتفاق، وهو ان اللي يقتل التاني يضمن له مراسم دفن لائقه. فاخيل بيرد عليه وبيقول له مفيش اتفاق بين الاسود والبشر. وبيبدا القتال وكل واحد فيهم بيقاتل بشجاعه، بس محدش بيكون قادر يحسم القتال لحد ما اخيل بيطعن هيكتور بالرمح وبعدها بيضربه بالسيف وبيربطه من رجله في عربيه وبيجره قدام الناس، وبياخد جثته لحد ما بيوصل بيها للمعسكر بتاعه. فبريسيس لما بتشوفه راجع حي بتفضل تعيط لانها عرفت انه كده قتل هيكتور ابن عمها. وبالليل ملك طروادة بيروح لاخيل وبيبوس ايده، فبيساله اخيل انت مين؟ فالملك بيقول له انا ملك طروادة. فبيقول له انت ازاي وصلت لهنا؟ فبيرد على الملك وبيقول له انا وصلت لهنا لان اعرف مدينتي اكتر من اليونانيين، وبيقول له انا جيت اطلب منك جثة ابني لانه يستحق جنازة مشرفة لانه كان محارب شجاع. فاخيل بعد تفكير بيقرر يسلم جثة هيكتور للملك وبيديله فترة ياخد فيها عزا ابنه واللي بتبقى 12 يوم، وبيضمن له كمان خلال الفترة دي ان مفيش جندي يوناني هيقرب من طروادة. وبريسيس بتخرج من خيمة اخيل وبتروح لعند عمها وبيسمح لها اخيل انها تمشي معاه. ولما ملك اليونان بيعرف ان اخيل ادى ملك طروادة 12 يوم في سلام بيتعصب جدا وبيقول له ده الوقت المثالي علشان نحسم المعركة مع طروادة. فالقائد بيرد عليه حتى لو قامت الحرب تاني مش هنقدر نخترق اسوار المدينة. وبعدها صديقي ملك طروادة بيعمل جنازة لهيكتور قائد الجيوش. وفي المعسكر بتاع اليونانيين القائد بيشوف جندي بيعمل حصان من خشب لابنه، وهنا بيجيله فكرة عبقرية هتقلب موازين الحرب. فأخيل بيروح يعتذر للقائد بتاع جنوده اللي ضربه وكان هيقتله بعد ما عرف الحقيقة. وبعد ال 12 يوم ما بيخلصوا ملك طروادة بيخرج بره اسوار المدينة فبيلاقي جنود ميتة وقدامهم حصان خشب عملاق. فبيقول الملك لازم نحرق الحصان ده، لكن المساعد بيقترح عليه انهم يدخلوا الحصان للمدينة وبيعتبره هدية من الاله، والملك بيوافق وبيدخلوا الحصان للمدينة والناس بتحتفل بيه في الشوارع. وبالليل كل سكان المدينة بيناموا والجنود اليونانيين بيخرجوا من الحصان وبينتشروا في كل مكان في المدينة وبيدمروا كل حاجة تيجي في طريقهم، وبيقتلوا الأطفال والستات وحتى الأطفال الرضع رموهم في النار، وشوارع المدينة بقت بحر دم. وفي الوقت ده أخيل بيدور على بريسيس علشان يحميها، وزوجة هيكتور هي وباريس وهيلين بيجروا علشان يهربوا من السرداب. فأخيل بيوصل للمعبد وهو بيدور على بريسيس وفعلا بيلاقيها بتصلي، وبيوصل واحد من الجنود لملك طروادة وبيقتله بدون رحمة. وقبل ما أخيل بيوصل لبريسيس بيمسكها ملك اليونان فبتطلع خنجر كان في ايديها وبتقتله، وبيمسكها الجنود وكانوا هيقتلوها بس أخيل بينقذها منهم في آخر لحظة. وباريس بيرجع علشان ينقذ بريسيس فبيلاقي أخيل ماسكها فبيفكروا خاطفها فبيضربوا بالسهم في رجله. وقبل ما يموت أخيل بيطلب منها انها تهرب مع باريس. وطبعا يا صديقي الجنود بيشوفوا أخيل ميت فبيكونوا مش مصدقين ازاي أخيل المحارب العظيم يموت، وبيتعمل لأخيل جنازة تليق بمحارب عظيم وبتتدمر بعدها طروادة تماما. ولحد هنا يا صديقي نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة علشان نوصل لل100,000 مشترك، واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نلخص لكم أفلام ايه تانية، واستنوني في ملخص تاني. سلام. بيبدأ الفيلم سنة 62 ميلاديا وبيكون في طفل اسمه مايلو بيكون نايم،
ومش عارف ان حياته هتتغير من الليلة دي، وفجأة بتهجم جيوش الرومان على القرية اللي كان عايش فيها مايلو، وبيصحى مفزوع من اصوات صياح الجنود وجري الحصنة على الارض. وبيقوم مايلو بحذر علشان يشوف ايه اللي بيحصل، فبيلاقي جيوش الرومان عاملين مجزرة وبيموتوا كل اهل القرية، وبتفضل المعركة شغالة ومايلو بيتفرج على الأحداث وهو مندهش لحد ما بيموت جنود الرومان أبوه قدام عينيه. وفي اللحظة دي بتحاول أمه تهرب بيه بس ما بتلحقش، وبيأمر القائد الجنود إنهم يقضوا على كل سكان القرية علشان يكونوا عبرة لأي حد يقف في وش الإمبراطورية الرومانية. وبينفذ فعلا الجنود الأمر يا صديقي، وبيقف مايلو يتفرج على أمه كمان وهي بتتقتل. وساعتها مايلو بيترعب وبيقرر إنه يعمل نفسه ميت علشان الجنود ما يقتلهوش. وبيفضل بعدها مايلو نايم بين الجثث يا صديقي لحد ما بيطلع النهار والدنيا بتهدى. فبيقوم مايلو بيلاقي نفسه وسط جثث اهل قريته واللي من ضمنهم ابوه وامه، وبيلاقي نفسه الناجي الوحيد ما بين الاموات. وبعدها بيفضل مايلو ماشي في الغابة ومش عارف هو راح فين ولا هيعمل ايه، لحد ما بيتعب فبيقرر انه يرتاح تحت شجرة من اشجار الغابة وبينام مايلو. وتاني يوم الصبح مجموعة من الناس كانوا ماشيين في الغابة وبيشوفوا مايلو، فبيقرر زعيمهم انه ياخدوا عبد ليه. وبيعدي 17 سنة وبيظهر مايلو وهو شاب قوي واسم شهرته القط، وبيدخل حلبة ملاكمة فيها 3 مقاتلين أقوياء من رجالة الزعيم كريكوس، وبيكونوا أقوياء لدرجة إن مفيش حد بيقدر يغلبهم إلا مايلو اللي دخل بكل شجاعة وقتلهم. فكريكوس بيعجب بمايلو جدا وبشجاعته وقوته، وقرر إنه هيشتريه ويضمه للعبيد بتوعه. لكن بيلاتور خادم كريكوس بيتضايق جدا من مايلو لأنه واحد من ال3 اللي قتلهم يبقى أخوه، لكنه بينفذ أمر كريكوس وبياخد العبيد اللي من ضمنهم مايلو وبينقلهم من المكان اللي كانوا فيه لبومباي. وبعدها وهم ماشيين في السكة بتكون في قافلة لبنت الأمير سيفيريوس وأمها كاسيا، واللي بتغرز عربيتها في حفرة وبيقع الحصان اللي كان بيجر العربية وبيبدأ يتألم. ساعتها يا صديقي بيشوف مايلو المشهد وبيطلب من بيلاتور إنه يفكه علشان يروح يساعد الحصان، لكن بيلاتور بيكون مش طايقه لأنه قتل أخوه فبيضربه. فبتتدخل كاسيا وبتؤمر بيلاتور إنه يفكه، فبينفذ بيلاتور الأمر. فبيروح يا صديقي مايلو علشان يحاول يسعف الحصان، لكن بيلاقي ان الكسر في رقبته، فبيقرر يموته الموت الرحيم علشان يرحمه من الألم. وبيرجع تاني ينضم لباقي العبيد بعد ما شكرته كاسيا بنت الأمير. وبعدها بيوصلوا كلهم بومباي، وبتنزل الأميرة بسرعة علشان الحصان بتاعها بيكون وحشها. وفي الناحية التانية بنلاقي العبيد واللي من ضمنهم مايلو وصلوا السجن، وبنلاقي ان كل اللي هناك سامعين عن مايلو وقوته وعارفين انه هيوصل. وبيكون يا صديقي من بين العبيد اوتيكاس اللي معروف بقوته، لكن بعد اللي عمله مايلو في المقاتلين بدأت الناس كلها تتكلم عن مايلو وقوته وانه اقوى من اوتيكاس، وده عصب اوتيكاس جدا وكان متربص لمايلو من اول ما عرف بوصوله لبومباي. وفي الوقت ده يا صديقي بيكون اوتيكاس عنده قتال مهم وكان متحمس ليه جدا، لانه لو كسبه كريكوس هيحرره. بعد كده بيروح بيلاتور وواحد من الخدم بيروحوا يستفزوا مايلو وهو قاعد بياكل، فمايلو بيضرب بيلاتور وبيبتدوا يتخانقوا لحد ما بيظهر كريكوس وبيضرب بيلاتور على الفوضى اللي حصلت، وبيسجن مايلو في نفس الزنزانة مع اوتيكاس. وفيليكس حارس حصان الأميرة بياخده وبيطلع بيه على البحيرة، لكن بيحصل فيضان في المية بسبب ان في بركان بيثور في المنطقة، وفيليكس ما بيلحقش يهرب وبيغرق في المية. وبعد كده يا صديقي بيخرجوا المساجين كلهم من الزنزانة، وبيسأل بيلاتور اوتيكاس يختار مين من المساجين علشان يتبارز معاه في القتال، فبيختار اوتيكاس مايلو، وبيبدأوا يتمرنوا على القتال بسيوف خشبية. وفعلا اوتيكاس بيكون قوي جدا لدرجة ان مايلو كان مش قادر يغلبه، لكن في الاخر اتمكن منه ووقعه على الارض. فبيجي يا صديقي بعدها بيلاتور علشان يقتل مايلو، لكن اوتيكاس بينقذه، فبيرجع بيلاتور كل المساجين على الزنزانة. وهناك مايلو بيسأل اوتيكاس هو ليه انقذه، فاوتيكاس بيقول له انه شرف المقاتل انه يموت في المعركة، وانه لازم ياخد الطعنة من وشه مش من ظهره. وبعد كده يا صديقي بيجي السيناتور كيونتس يزور مدينة بومباي، وبيكون معاه في الزيارة دي يا صديقي القائد بروكلس. واول ما بيوصل بيروح الامير سيفيريوس ومراته يزوروا السيناتور، وبيعتذر الامير للسيناتور لانه كان مشغول ومعرفش يستقبله في المينا، وبيسألوا عن الامبراطور الجديد تايتوس، وفضلوا يتكلموا عن احوال المدينة والاجراءات والتصليحات اللي بتتم فيها. وبعد كده بيجي المشهد على كاسيا بنت الامير سيفيريوس وهي بتتخانق مع والدتها علشان والدها دعا كيونتس لبومباي. وفي اللحظة دي بيظهر حصان كاسيا وهو بيجري ناحية القصر بتاعهم لوحده، والحارس فيليكس مش معاه، فبتستغرب كاسيا جدا
وبتجري ناحية الحصان وبتحاول تهديه. وبعدها بيتحول المشهد تاني على مايلو وأوتيكاس في الزنزانة، ومايلو بيسأله ازاي بكرة آخر يوم ليه في السجن، فأوتيكاس بيقوله انه بعد ما يقتله في المعركة هياخد حريته. لكن مايلو بيقول لأوتيكاس انهم بيكذبوا عليه وبيخدعوه وان ده مش هيحصل، لكن أوتيكاس بيقول له ان دي قوانين مدينة روما وانه واثق فيها. وبعدها بيكون الامير عامل حفلة استقبال للسيناتور، وبيكون مدعو ليها كيريكوس، فبيروح ياخد أوتيكاس ومايلو معاه على الحفلة. وهناك مايلو بيشوف بروكلس، واللي بيكون هو قائد الجيش اللي قتل ابوه واهل قريته كلهم من 17 سنة. وفي الوقت ده يا صديقي ايادن وصيفة الاميرة كاسيا بتشوف مايلو في الحفلة، فبتروح بسرعة للاميرة كاسيا علشان تبلغها. والاميرة كاسيا كانت معجبة بمايلو جدا، وفضلت تبص عليه من بعيد لحد ما والدتها خدت بالها. وقبل ما تروح وتتكلم معاه بيجي والدها الامير سيفيريوس وبياخدها علشان يعرفها على السيناتور كيونتس، وساعتها بيتفاجئ انهم يعرفوا بعض من قبل كده. وكيونتس قال له انه هيحكي له على كل التفاصيل بكره في القتال المنتظر. بعد كده بيخرج الامير سيفيريوس بعد ما طلب منه السيناتور كيونتس، وساعتها بيطلب كيونتس من كاسيا انهم يتجوزوا وانها تسافر معاه روما، لكنها بترفض وبتسيبه وبتخرج. وفي الوقت ده يا صديقي البركان بيثور مرة تانية وبيعمل هزة عنيفة في المكان، وبيكون مايلو مش فاهم اللي بيحصل، لكن أوتيكاس بيشرح له. وبيكون حصان الأميرة متوتر جدا، فأمرت الأميرة كاسيا بيلاتور إنه يفك مايلو، وطلبت منه يجي معاها الاسطبل علشان يهدي الحصان، وفعلا بينفذ الأمر. وبيطلب مايلو من الأميرة إنه يدخل لوحده للحصان. وبعد فترة من الوقت بتدخل الأميرة لمايلو وبتلاقي إنه هدى الحصان تماما، فبتستغرب جدا يا صديقي وبتسأله إذا كان فارس قبل كده ولا لأ. فمايلو حكى لها قصته وإنه أهله كلهم ماتوا على إيد الرومان. وفجأة بيندى الحراس على الأميرة، فبيطلب مايلو من الأميرة إنها تركب معاه على الحصان، وبيجري مايلو بالحصان وبيهرب من القصر ومعاه كاسيا. بس بعد ما بيبعد شوية بيحس إنه هيأذي الأميرة، فبيقرر يرجعها تاني للقصر، وهي قالت له يسيبها ويهرب من المدينة، بس هو رفض. وبيرجع مايلو والأميرة على القصر، وهناك السيناتور كيونتس بيكون عايز يموته، لكن الأميرة أنقذته لما قالت للسيناتور يسيبه وإنه هو ملهوش ذنب، وإن الحصان هو اللي جرى بيهم لأنه كان متوتر. فبيعفي عنه السيناتور بسبب طلب الأميرة، لكن كيريكوس بيطلب من السيناتور يجلدوه 15 جلدة علشان ما يكررش اللي عمله ده تاني. وفعلا بيتجلد مايلو ال 15 جلدة، وساعتها بيطلب بروكلس من كيريكوس انه يقتل مايلو بكره في القتال. وبعد كده بينقلوا مايلو واوتيكاس على الزنزانة، واوتيكاس بيفضل يطهر لمايلو جروحه، وبيحصل زلزال عنيف وهم قاعدين. ومايلو بيبدأ يحكي لأوتيكاس اللي حصل مع عيلته زمان، وإنه شاف في الحفلة بروكلس اللي قتل عيلته كلها. فأوتيكاس بيقول له إن الرومان قتلوا أهله كلهم هو كمان وهو صغير، لكنه مش قادر يفتكر شكل حد فيهم. وبيبدأ مايلو وأوتيكاس يبقوا صحاب. وبيجي يا صديقي يوم القتال اللي الناس كلها مستنياه، وبتبدأ التجهيزات استعدادا للقتال. وبيتفق كيريكوس وبيلاتور إنهم يقتلوا أوتيكاس أثناء العرض علشان ما ياخدش حريته. بعد كده بيلاحظ كيريكوس إن جدران السجن بقت ضعيفة بسبب الزلزال، فبيخاف تنهار. وبيطلب من الأمير سيفيريوس إنهم يأجلوا القتال، لكن الأمير بيقول له إن مبنى السجن بقاله سنين كتير جدا وعدى عليه زلازل كتير وما تأثرش، ورفض يأجل القتال. وبعدها بيطلب كيريكوس من المساعد بتاعه إنه يجهز له العربية بتاعته لأنه مسافر بره المدينة لفترة. وبيبدأ الحراس يخرجوا مايلو وأوتيكاس وكل المساجين لساحة القتال، وبيبدأ الحراس يربطوهم يا صديقي بسلاسل في صخرة كبيرة علشان محدش يهرب. وبتخرج مجموعة كبيرة من الجنود عددهم أكبر بكتير على عكس مجموعة مايلو واللي معاه، وبيعلن السيناتور بدء القتال. وبتبدأ الجنود في الهجوم، وبيكون في الساحة قتال عنيف جدا، وكانت الجنود مسيطرة على القتال بسبب عددهم الكبير. فبيقترح مايلو على المساجين في فريقه إنهم يطلعوا على صخرة علشان يتمكنوا من محاربتهم، وبيقدر الجنود يوقعوا عدد من المساجين اللي كانوا في فريق مايلو. وفي الوقت ده بتكون كاسيا قاعدة بتتفرج على مايلو وخايفة عليه جدا، فبيسألها السيناتور إذا كانت بتحبه، فبترفض تجاوبه. وساعتها بيقول لها إنه اتفق مع والدها الأمير سيفيريوس على جوازهم، لكن الأمير بينكر ده وبيشد معاه في الكلام. وفي نفس اللحظة بينجح أوتيكاس في إنه يوقع الصخرة على عدد كبير من الجنود ويقتلهم. وبيركب يا صديقي مايلو الحصان بتاعه، وبيبدأ يستخدم السلسلة اللي مربوط بيها في انه يخلص على الجنود اللي بتحاول توقفه. فبيشوفوا بيلاتور وبيشد السلسلة اللي هو مربوط بيها، فبيقع مايلو من على الحصان، وبيهجم عليه واحد من الجنود علشان يقتله، لكن أوتيكاس بينقذه. فبيقوم مايلو وبيقتل بيلاتور وبياخد شعار روما، وبيتمرد على السيناتور وبعدين كسره، وحدف الجزء الحاد على السيناتور علشان يقتله، لكن بروكلس أنقذه. وهنا السيناتور كيونتس تعصب جدا وأمر إن تنزل القوات ساحة القتال وتخلص عليهم كلهم.
وبمجرد ما الجنود بدأت تجهز السهام علشان تنفذ أمر السيناتور، كاسيا وقفتهم، وساعتها اتعصب عليها السيناتور وهي حاولت تخدعه وقالت له لو قتلته دلوقتي هيبقى شهيد حرب. فأمر السيناتور كيونتس بروكلس إنه يحبس كاسيا في القصر، وبتحصل هزة أرضية في نفس الوقت بسبب البركان، فبيحصل ضجة بين كل الحضور. لكن السيناتور بيهديهم وبيقول لهم لو مايلو عايز يبقى بطل شعبي يبقى لازم يبارز بطل روما الأول في القتال وهو بروكلس. وبينزل بروكلس لساحة القتال علشان تبدأ المعركة، وبيظهر فيها فعلا بروكلس إنه قوي جدا في القتال وبيقدر يكسر سيف مايلو. لكن يا صديقي بيطلب من الحراس إنهم يدوله سيف تاني علشان يكمل القتال، لكن في اللحظة دي بيحصل هزة أرضية أعنف من اللي قبلها لدرجة إن المباني بدأت تقع والناس خافت جدا وبدأوا يهربوا من المكان. والسيناتور قال لبروكلس يقتل مايلو، لكن الأرض اتشقت ووقعوا تحت علشان يكملوا معركتهم تحت الأرض. أما السيناتور وقع على المبنى هو ووالد كاسيا ووالدتها، وبيكون في قتال عنيف بين مايلو وبروكلس تحت الأرض. وكان مايلو يا صديقي متمكن من بروكلس جدا، لكن مايلو فتح بوابات السجن كلها فاستغل بروكلس الفرصة وقدر يهرب، وبيخرج كل المساجين وبيستغل الفرصة وبيهجموا على السجان وبيضربوه. وبعد كده بنكتشف ان السيناتور والامير سيفيريوس والد كاسيا ووالدتها كانوا لسه عايشين، فبيمسك الامير سيفيريوس السلاح وبيهجم على السيناتور علشان يقتله، لكن السيناتور بيوقفه وبيتمكن منه وبيخلص عليه. وبعدها طلب من بروكلس انهم يهربوا على المينا بسرعة. وفي المينا يا صديقي بنلاقي الناس كلها متجمعة عايزين يركبوا السفن ويهربوا من المدينة، لكن الحراس كانوا بيمنعوهم. وبيظهر كيريكوس وهو بيهدد الحارس علشان يركبوا السفينة، وبعدها بيظهر مايلو وهو بيحاول ينقذ والدة كاسيا، لكنها بتوصي عليها وبتعرفه على مكانها وبتموت. وفي الوقت ده يا صديقي البركان كان صار جدا وبدأ يقصف النار على المدينة، فبيروح بسرعة يدور على كاسيا علشان ينقذها. ولما حاول اوتيكاس يمنعه لان ده خطر جدا عليه، رفض مايلو واصر انه لازم ينقذ كاسيا، فطلب منه اوتيكاس انه يروح معاه، لكن مايلو رفض وطلب منه يستناه عند المينا. وفي نفس الوقت يا صديقي كل الحراس اللي كان بروكلس معينهم لحراسة كاسيا هربوا، والوظيفة بتاعتها ايادن كانت بتحاول تساعدها بس مش عارفة. وبتنهار يا صديقي جدران المدينة في الوقت اللي بيوصل فيه مايلو، وبيقدر ينقذ كاسيا. وبعدين بتحصل هزة أرضية أعنف وبيقع القصر في البحر ومعاه وظيفة كاسيا ايادن. فبتنهار كاسيا، لكن مايلو بيهديها وبيقول لها ان مفيش وقت وانهم لازم يسيبوا المدينة، وبيكون الناس كتير جدا في شوارع المدينة كلهم عايزين يهربوا. فبيؤمر السيناتور الحراس انهم يقتلوا الناس علشان يعرفوا يعدوا. وفي الوقت نفسه بيموت كيريكوس اللي نزلت على المركب بتاعته قذيفة لهب من البركان ودمرتها. وفجأة البحر بدأ يكون تسونامي، فبيحاول يهرب من المينا، وهو بيهرب بيلاقي بنت واقعة على الأرض والناس بتدوس عليها، فبيرجع علشان ينقذها، وفعلا بينقذها هي ووالدتها وبيبعد بيهم لمكان أمان شوية عن المينا. وبيقابل مايلو مع كاسيا وبيقول له إن المينا اتدمرت تماما. فهنا كاسيا بتقول لهم إنهم لازم يروحوا للتل الجنوبي وإنه بعيد عن البركان، بس لازم يكون معاهم حصنة. فرجعوا تاني لساحة القتال علشان يدوروا على حصنة في الاسطبل، لكنهم ما بيلاقوش. وفجأة بيظهر قدامهم شوية جنود فبيجروا يستخبوا منهم. وفي الوقت ده بيكون كاسيا راحت تبص على باباها ومامتها علشان تودعهم، فبيوصل لها السيناتور وبيخطفها وبيربطها معاه في العربية، وبيكون لسه هيهرب بيها، لكن مايلو واوتيكاس بيوصلوا في الوقت المناسب. لكن السيناتور بيؤمر الجنود انهم يخلصوا عليهم وبيهرب بكاسيا. وبيواجه مايلو واوتيكاس الجنود لوحدهم وبيقدروا يخلصوا عليهم، وكان فاضل بروكلس. فقال اوتيكاس لمايلو يلحق كاسيا وهيواجه هو بروكلس، لكن بروكلس كان قوي جدا وقدر يطعنه في بطنه، لكن اوتيكاس استجمع قوته وخلص عليه. وبيطارد مايلو السيناتور وبتظهر حفرة قدام مايلو فبيقدر الحصان يعديها، وبعدها بتدوس عربية السيناتور على طوبة فبتتقلب العربية وبيقع السيناتور. فبيقف مايلو وبيروح يطمن على كاسيا، وفي نفس اللحظة بيهجم عليه السيناتور بالسيف علشان يموته، لكن كاسيا بتلحقه وبدأوا يتبارزوا. وبعدها بتنزل عليهم كتلة نارية ضخمة من البركان، لكن بعدها بيخرج السيناتور لوحده من الدخان. وفجأة بيهجم عليه مايلو وبتربطه ساعتها كاسيا في العربية، ومسك مايلو سيف واحد من الجنود علشان يقتل السيناتور، وبيقول له انت قتلت عيلتي كلها زمان. وبعدين البركان بيحدف عليهم قذيفة فبيركبوا الحصان وبيهربوا بسرعة، لكن الحصان بيوقعهم. ومايلو بيقول لكاسيا اهرب انتي، لكنها بترفض وبتفضل معاه، والحمم البركانية بتطولهم وبيتجمدوا.